السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة المشوية في الفرن. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة خالص، هتطلع معاكي طرية وجوسي. وهنعمل من نص كيلو لحمة مفرومة، كيلو ونص من الكفتة. يعني الكمية اللي قدامكم دي من نص كيلو لحمة مفرومة. طريقة سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت مش هتغير من طعم الكفتة، هتفضل محتفظة بالطعم بتاعها ومش بتفك ومتماسكة زي ما انتم ما شايفين كده. حطوا لايك للفيديو وشير لكل حبايبكم، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا هنا معايا في بولة كوباية من البرغل، هننقعها في كوباية ونص من المية اللي هي ايه تبقى سخنة. وهقول لكم على تركايه في اخر الفيديو، وهقول لكم رايي في البرغل اللي بيتنقع بميه سخنه. تمام كده. هننقعهم كده ونحطهم على جنب مده ايه ربع ساعه. ومعايا بصلايه وفلفل اخضر وفلفل احمر. البصلايه تبقى وسط. تمام. مش عايزه تحطي بصلايه كبيره، خلاص حطي بصلايه متوسطه. انا مش هحط بقى الفلفل كله، انا هحط بس قرن الفلفل اللي هو الاحمر ده لان لقيته كبير فاستكفيت بيه، وشلت الفلفل الاخضر. تمام كده. فرمتهم هما الاتنين فرم ناعم او تبشريهم بمبشره. ولو ما عندكيش كبه تقدري ان انت تفرميهم بالمخرطه، يعني تحطيهم كده على قرمه وتبداي تفرميهم. وصفتهم وحطيت ديت في البوله، وحطيت الميه في قلب طبق من الايه من الازاز كده على جنب. تمام كده. معايا بقى هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وحطيت عليها دهن يعني نقول مثلا 100 جرام او 150 جرام. وهنزل كده باللحمه في صينيه كبيره بحيث ان هي تاخد كل المكونات. ومعايا حزمه من البقدونس انا قطفتها وخرطتها عشان تديني النعومه اللي انتوا شايفينها دي. تمام كده. وهنزل بالبصل اللي احنا بشرناه وعصرناه من الميه بتاعته، وهنزل عليهم بالبرغل المنقوع. بصوا يا بنات، البرغل المفروض انت بتصفيه، بيحصل ايه؟ بينزل الميه بتاعته. هنا الميه كلها يعني اتشربت البرغل، او البرغل اتشربها، يعني سواء كده او سواء كده. مفيش ولا نقطه ميه في البرغل. ليه؟ لان الميه كانت سخنه. دي بقى تركايه انا هقول لكم عليها في الفيديو كده واحنا شغالين، بس عشان خاطر ايه هقول لكم المقادير وما ننساش اي حاجه. ومعايا معلقه من البيكنج باودر او اللي هي بيكنج صودا. تمام كده. ومعلقه من البابريكا، ومعلقه من الفلفل الاسمر، بس معالق صغيره يا بنات وممسوحه، ومعلقتين من الملح. وهنحط الخلطه بتاعت الكفته زي ما انتم شايفين كده. المعالق دي معالق صغيره، ما عدا معلقه البابريكا كانت مليانه هرميه، بس برضو بمعلقه الايه التوابل بتاعتي اللي انتوا عارفينها الصغيره دي. وهنبدا نعجن كده كل المكونات دي على قد ما نقدر عشان عايزينها تسمغ معانا وتبقى كلها عامله خيوط كده. ما عندكيش كبه هتعملي اللي انا بعمله ده، انا عندي كبه بس انا حبيت اعملها معاكم كده عشان اللي ما عندوش كبه يعمل الطريقه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بص بقت عامله ازاي، هتلاقيها دلوقتي الخيوط فيها بقت عامله ازاي، كأنك ضربتيها في كبه، لان انا عملتها مده طويله، قعدت اعجن فيها مده طويله. عايزه تحطيها في كبه وما عندكيش، عارفين العلبه بتاعه البهارات اللي احنا بنضرب فيها البهارات، اضربي فيها حبه بحبه صغيرين، هتطلع لك زي ما انت ما شايفه كده ومخيطه كده وفيها خيوط، وتحسي ان هي كلها اتضربت في الكبه. تمام كده. هنحطها بقى شويه في التلاجة ترتاح شويه مع الخلطات اللي احنا عملناها ديت وتتشرب مع بعضيها. وكده كده احنا مش هينفع نحطها دلوقتي الا لما نعمل الصينيه بتاعه البطاطس دي. تمام كده. انا معايا هنا شويه من البطاطس، سواء كيلو بقى او كيلو ونص زي ما انتم عايزين، دي حاجه ايه ترجع لكم انتوا. هنقطعها شرايح رفيعه كده، لا هنقطعها تخينه ولا هنقطعها رفيعه، هنعملها وسط بحيث ان هي برضو يعني انا مش عايزاها تخينه قوي زي صينيه البطاطس اللي احنا بنعملها عشان تستوي بسرعه. وانا بشرت لها هنا قوطه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها معلقه بابريكا كبيره ومعلقه من الملح ومعلقه من الايه السبع بهارات. وهنبدا نقلب، بس طبعا السبع بهارات انا حطاها مش كتير قوي، حطاها بسيطه. وهنقلبها مع بعضيها، وهنبدا نرص البطاطس في قلب الصاج. شايفين الصاج ده يا بنات؟ ده اللي هو بتاع الفرن، انا بحطه فيها كده، بيبقى مغسول ونضيف زي الفل. وبحط له معلقه من الزيت ومعلقه من الايه من الزبده زي ما انتم شايفين كده. وارصص البطاطس واحط لها شرايح البصل، واحط عليها كوبايه واحده من الميه. لو عندك شوربه يبقى تمام حطيها، تبقى احسن من الميه طبعا. ماشي. دي كده ايه بتبقى خفيفه لان انا ما كانش عندي شوربه بصراحه. وعملت الخلطه دي وحطيت القوطه زي ما انتم شايفين كده، ورصصت عليها الفلفل الرومي من فوق. وهبدا احط عليها بطاطس تاني، يعني راق من البطاطس تاني اغطيها، واحط عليها اخر حاجه الايه القوطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. وهبدا احطها تحت الايه في الفرن جوه تستوي شويه قبل ما اصبع الكفته. يعني انا هحطها شويه كده تحس ان هي تستوي قبل، لان الكفته طبعا ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق، والبطاطس دي برضو ما بتاخدش وقت، بس انا قلت عشان تطلع زبده هحطها زي ما انتم شايفين كده. البطاطس بتبقى تحت
وبحط الشبكه بتاعه الكفته من فوق. تمام كده، انا كده حطيتها بدات تستوي، يعني قربت تخش على السوا، ورحت مصبعه الكفته زي ما انتم ما شايفين كده. وجبت معايا المسن اللي انتم شايفينه ده، مسن عندي قديم كده، وجبت ميه البصل وحطيت عليها معلقه من الزيت كبيره، وبدات الك ايديا كده في قلب الميه بتاعه البصل واحطها على الكفته وابدا اصبعها بيها. لو ما عندكيش المسن ده، اي حاجه لفي عليها، او يعني اي حاجه شغلي نفسك، هاتي خله الشيش طاووق تمام كده وحطي عليها اللحمه، هتطلع معاكي زي الفل. حطي 3 مع بعض عشان تديكي سمك، وتعملي زي ما انا ما بعمل كده. تحطي ايدك في ميه البصل وتبداي تلفي على بحيث ان هي تديها طعم وتديها ريحه، وفي نفس الوقت ما تلزقش في ايدك وتطلع سهله زي ما انت ما شايفه كده. وتسحبيها من المسن بكل سهوله، وتبداي ترصيها على الشبكه زي ما انت ما شايفه كده. هكمل انا الباقي بقى مع نفسي عشان وقت الفيديو. وتجيبي سكينه او مثلا تجيبي الاسباتيولا زي ما انا ما بعمل كده اهوت السيليكون، وتبداي تعملي بس فيها علامات صغيره زي ما انت ما شايفه كده، بحيث ان هي تديها الشكل ده، وتحطيها في الفرن في الشبكه بتاعتها في مكانها، والبطاطس موجوده تحتها. اي صوص هيقع منها هينزل على البطاطس وهتبقى قمه في الجمال. ودي طحينه يا بنات انا كنت عاملاها عندي في البيت، هاخد منها نص المج دوت وهنزل بيه في قلب بوله، وهحط عليها عصره ليمونه، هنحط مثلا ملو المعلقه، وهنحط معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل بالمعلقه بتاعه التوابل يا بنات اللي انتوا شايفينها دي، وما تبقاش مليانه قوي. وتبداي تحطي الميه بالتدريج واحده واحده، تقلبي 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 لحد ما تديك السمك المطلوب. انا حطيتها هنا ميه دافيه، انت تقدري تحطيها ميه ساقعه ميه دافيه حسب ما يجيلك مزاجك، مفيش مشكله، سواء دي او سواء دي الطريقه صح. بس انا مش هحط لها توم، في ناس بتحط لها توم، انا بالنسبه لي بعملها من غير توم. بصوا بقى يا بنات، بما اننا خلاص كده خلصنا الفيديو، عايزه اقول لكم على حاجه قبل الفيديو ما يخلص. انا ليا صديقه كانت قالت لي ان لما تعملي البرغل وتنقعيه في الميه السخنه، شفتها في وصفه على النت هتبقى جميله جدا، جربيها وهتدعي لي. انا جربتها هي معاكم، بصراحه هي مش وحشه بس ما عجبتنيش، ما بتديش المطه اللي بتبقى في الكفته دي، لان هي شاربه كوبايه ونص من الميه، فطبعا بتديكي طعم كانك حاطه بطاطس وكانك كترتي بطاطس قوي. بصوا هنا البطاطس طلعت بسم الله ما شاء الله طريه وملبن وزي بصوا زي الفل، هتشوفوها دلوقتي هتعجبكم ان شاء الله. بصي مهريه جدا. فانا بالنسبه لي انا بعملها يا بنات في ميه من الحنفيه، فيا ريت انا ان شاء الله هعملها معاكم تاني. انا حبيت بس اجرب الوصفه بتاعتها، هي بصراحه مش وحشه بس ما هياش يعني اللي انا بعملها. بصوا طريه وجوسي وجميله، لكن حلاوتها لما تنقعي البرغل وتصفي منه الميه، تنزل منه ميه، انما دي ما تصفتش منها الميه، دي شربت الكوبايه ونص، فبالتالي مش هتطلع زي ما بتطلع فيها المطه اللي انا بعملها. ودي برضو مش وحشه، عجبت ولادي، لكن انا بالنسبه لي ما عجبتنيش قوي، تاخد 7 من 10، مش وحشه. يا ريت تمشي على الوصفه بحذافيرها زي ما انا ما عملتها بالظبط. الحاجه الوحيده اللي هتعمليها انك ما تنقعيهاش في ميه سخنه يا بنات، دي عن تجربه والله، انقعيها في ميه من الحنفيه هتطلع معاكي زي الفل، وبرضو دي مش وحشه. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله بنفس الطريقه اللي انا قلتها لكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك للفيديو وشير لكل حبايبك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.